موسم المشمش بدأ، فتعالي استغلي الموسم كده قبل ما يخلص، لان المشمش من الحاجات اللي الموسم بتاعها صغير قوي، فجأة بيظهر كده وفجأة مش بتلاقيه في السوق خالص. فقبل ما يخلص كده تعالي نعمل بيه ألذ واجمل مربى مشمش بيوريه كده، مش هتاكليها في اي مكان تاني ولا هتلاقيها في اي محلات من جمالها وحلاوتها وطعمتها. كفايه بس انها نظيفه ومعموله في البيت بكل نظافه، وكل حاجه مغسوله ومتنضفه كده كويس بايدك. تعالوا شايفين بقى الجمال والحلاوه المربى عامله ازاي، حاجه كده تخطف القلب. اول حاجه في المشمش اللي انت هتجيبيه للمربى، استبعدي المشمشايه الصفراء، خليكي كده في المشمشايه اللي لونها برتقاني كده وتكون مستويه كده ومسكره وطعمها حلو. يعني لو البياع سمح لك كده ان انت تدوقيه يبقى مسكر كده وتكون مستويه كده شويه، ما تكونش المشمشايه ناشفه علشان ما تغيبش معاكي كده على النار، وعشان تبقى مستويه كده وطعمها لذيذ وتديكي مربى قمر. استبعدت انا بقى المشمشايه الصفراء اللي هي الصفار الخفيف ده، واستبعدت المشمشايه اللي فيها لون اخضر، وحطيت بس المشمش اللي هو لونه برتقاني. طلعته منه البذور وقطعته كده مكعبات، او عايزه تقسميه 2 وتستكفي بكده براحتك خالص. انا كان معايا 1.5 كيلو من المشمش، بعد ما طلعت منه البذور صفى حوالي 1.2 كيلو جرام. الكيلو و200 جرام دول صافي، حطيت له 650 جرام من السكر، يعني وزنت كده 650 جرام على الميزان، وحطيت عصرة ليمونة وقلبت الكلام الجميل ده كده كله مع بعضه، وهسيبه في التلاجة لمدة ساعة واحدة بس، هينزل المية بتاعته هيبقى تمام وزي الفل. طيب انت هتعملي كيلو واحد بس، الكيلو هتحطي له نص كيلو من السكر، يعني الكيلو المشمش ليه 500 جرام من السكر، ما يعادل كده 2.5 كوبايات من كوبايات الشاي الموجودة عندنا في البيت. بعد ساعة طلعته من التلاجة بقى معانا بالشكل ده. السكر داب خالص، هنرفعه على النار تكون متوسطة، ما تكونش نار عالية قوي عشان ما تحرقلكيش المربى، ولا تكون نار هادية قوي علشان المربى برضو ما تغيبش على النار. وطبعا بالتقليب المستمر كده طول ما هي على النار ناخد بالنا منها عشان ما تتحرقش ولا يبوظ منها اي حاجه، لان الحاجات غاليه دلوقتي واسعار الفاكهه يعني حاجه كده خرافيه في السوق، احنا عمرنا ما شفنا فاكهه بالسعر ده، فنحافظ على حاجات كده عشان ما فيش حاجه تبوظ منها. زي ما انتم شايفين كده بدأنا ان احنا نشيل الريم، لازم نتخلص من اي ريم فوق الوش، وكل ما يطلع ريم شيليه تاني، كل ما يطلع ريم شيليه. ليه بقى؟ عشان تفضل المربى محتفظه بالقوام بتاعها الجميل وما يحصلهاش اي حاجه في التلاجة خالص، لان طبعا احنا مش بنحط عليها مواد حافظه زي المحلات، فلازم ان احنا نشيل من عليها الريم ده عشان تفضل كده معانا في التلاجة لاخر معلقه كده زي الفل. اخدناها كده وضربناها بالهاند بلندر، ما عندكيش هاند بلندر بهرسه البطاطس وهتبقى معاكي زي الفل، او بالمعلقه، لان مربات المشمش اساسا من المربات اللذيذه جدا اللي ما بتغيبش على النار، مربى يعني حاجه كده خفيفه كده وما بتغيبش على النار خالص، زي مربى الفراوله مثلا او مربى التين، لا بتستوي كده على طول وبتبقى معاكي بيوريه وزي الفل كده. بعد ما ضربناها بالهاند بلندر رجعناها تاني على النار لمده 5 دقايق كده، علشان برضو مكان الهاند بلندر كده ما ضربناها، لا نديلها كمان 5 دقايق كده على نار متوسطه ونسيبها تبرد خالص قبل ما نعبيها في البرطمانات. ولازم البرطمانات تكون مغسوله ومتعقمه ونظيفه كده، ما فيهاش اي روايح، يعني مش لاقطه اي روايح من اي حاجه، تكون البرطمانات كده نظيفه وزي الفل عشان تفضل معانا كده في التلاجة لاخر معلقه زي الفل ومش هيحصل لها اي حاجه. والله بتفضل عند اللهم بارك في التلاجة كده مش بيحصل لها اي حاجه خالص. ويا جمال بقى المربى دي في سندوتشات الفينو كده او في السندوتشات العاديه بيبقى طعمها حلو قوي. عامه هي بتبقى مربى ميززه كده شويه وبتبقى حلوه للناس بقى اللي بتحب قمر الدين والحاجات اللي زي كده، هتحب المربى دي جدا جدا جدا، وبيبقى طعمها لذيذ قوي وبيوريه وبتبقى ناعمه كده خالص وبتتفرد في السندوتشات بكل سهوله. عملت لكم فيديو ليها قبل كده وحبيت ان انا اعملها لكم تاني علشان متابعين الحلوين يتذكروها كده، الحقوا كده يعملوها قبل ما المشمش يخلص. المشمش بالكتير اسبوع و2 وبتلاقيه اتمنع من السوق تماما، فنلحق نعمله كده. وكمان عملت لكم مربى الفراوله بطريقه حلوه قوي سهله وبسيطه وبيوريه كده وحاجه كده قمر زي ما انتم شايفين كده. بس ان شاء الله هنزلها لكم فيديو تاني، انتظروه وما تنسوش اللايكات والتعليقات كده الجميله والمتابعه الحلوه للصفحه عشان تشجعوني اعمل فيديوهات كتير حلوه. واهم حاجه طبعا في المربات اللذيذه دي ان هي تتحفظ جوه التلاجة، لان الجو حر ولازم ان احنا نحفظها جوه التلاجة عشان ما يحصلهاش مننا اي حاجه وتفضل معانا، تفضل محتفظه باللون والطعم بتاعها.